السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من القناه. في الفيديو ده هوريكم ان شاء الله مشترياتي في التخفيضات من سنتر بوينت شو اكسبريسو باس اند بادي ووركس. يلا نبتدي على طول. ما تنسوش كمان تدوسوا على سبسكرايب او اشتراك اللي باللون الاحمر وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد من القناه. قبل ما نبتدي، ان في حاجات اشتريتها في التخفيضات وفي حاجات اشتريتها لاني محتاجاها ضروري علشان عندي حفلة البنات بعد بكرة ان شاء الله، حفلة اخر السنة. فانا هوريكم كل حاجة. هبتدي الاول ب باث اند بادي ووركس. هو عامل تخفيض ان هو كل قطعتين يكونوا ب59 ريال. فانا هنا جبت شاور جيل وده اسمه 1000 wishes. شكله كده اهو. وجبت معاه اللي هو البادي ميست بتاعه، وده انا بصراحه بحب ريحته جدا، يعني ريحته فعلا جميله جدا جدا. اوصيكم ان انتوا تجربوه. والاتنين التانيين اللي انا جبتهم هم دول، اسمهم جابانيز تشيري بلاسم. وبرضو جبت اللي هو الشاور جيل ومعاه البادي ميست بتاعه. دول انا جايباهم هديه لاصحاب مقربين الى قلبي. متاكده هم ان شاء الله هيعجبوهم ويفرحوا بيهم جدا. في سنتر بوينت انا جبت البلوزه دي لنانا، وهي مش عليها تخفيض ولا حاجه، هي ب25 ريال بس. هما اهي السعر بتاعها 25 ريال بس. هما محتاجينها في الحفله، عندها فقره هتقدمها بمناسبه الام. انا فهيلبسوا فيها تيشيرت ابيض على بنطلون جينز ازرق، وكانوا عايزينه ساده من غير اي حاجه، فما لقيتش حاجه بصراحه في التخفيضات فجبت ده، بس سعره الحمد لله مناسب. بالنسبه لسما، في الحفلة بتاعتها هتلبس فستان زفاف. فهو ده كان عليه تخفيض بس هو مش تخفيض كبير، يعني هو كان نازل هنا من 99 ريال ل 74 ريال. فهو مش تخفيض كبير، بس انا يعني زي ما قلت لكم في حاجات كان لازم اشتريها بس عجبني جدا وهو عليها تحفة. هحاول ان شاء الله اصورها لكم وهي لابساه واحنا رايحين الحفلة. كمان عندي سما بتحتاج بنطلونات ليجينجز كتير. كل الاطفال تقريبا يعني الحاجات البنطلونات مش بتعيش معاهم كتير، فدول الاتنين كانوا جايين مع بعض. اتنين ليجينج، واحد اللي هو اللون الكحلي وواحد اللي هو اللون الابيض والاحمر، والاتنين مع بعض كانوا ب20 ريال. فاللي هو الواحد فيهم حوالي ب10 ريال، انا ماسكاه كده صح. كمان بالنسبة لحفلة سما، في الفقرة التانية اللي هيعملوها يلبسوا بنطلون جينز اسود عليه بادي اسود وسكارف وطاقية وحاجات. فكانت محتاجة بنطلون اسود، فالحمد لله لقيت ده كان عليه تخفيض. فده برضو ب20 ريال. نازل من كام؟ انا نسيت اقول لكم هما نازلين من كام. ده نزل من 49 ريال ل20 ريال. فده شكل البنطلون عادي جدا، اللي هو يعني زي خامة الجينز شوية. والتيشيرت الاسود ما لقيتش بصراحة في في البنات، فجبت لها تيشيرت هو من قسم الاولادي بس هو شكله حلو، يعني شكله اللي هو برضو ايه يمشي. يعني ده مش كان عليه تخفيض برضو، ده ب25 ريال بس عشان احنا لازم نجيب الحاجات ونبعتها المدرسة، فما كانش عندي اصلا وقت ان انا ادور في مكان تاني. فده شكل التيشيرت. ايه كمان؟ ندخل بقى على حاجات الاولادي. جبت ده هدية لابن صاحبتي. انا بحب الحاجات دي قوي، بحب التفاصيل دي اللي هي زراير من هنا وكأنه لابس تيشيرت تحت تيشيرت والحاجات دي. وده كان ب20 ريال. نزل من كام؟ نزل من 55 ريال، فمن 55 ريال ل20 ريال. وده برضو لابنها التاني. عندها ولدين ما شاء الله. فده شكله مكتوب عليه boys will be boys، ده الشكل بتاعه. هنا برضو اللياقة بتاعته فيها زي ما يكون تحتيه حاجة تانية. انا الحاجات دي بتعجبني بصراحة. ده ب20 ريال، كان ب49 ريال في الاول ونزل عليه تخفيض فبقى ب20 ريال. بالنسبه لميزو بقى، انا جبت له لقيت الاتنين دول مع بعض
تيشرتين الاتنين مع بعض ب10 ريال، وده طبعا سعر حلو قوي وبينفع طبعا في الخريفي في البيت او الخروج. فده شكل التيشيرت الاولاني، مكتوب عليه 4x4 اوف رود فيكل وحاجات بقى ورسومات وعربيه، هو بيحب العربيات جدا. وده الشكل التاني، هو مش مش لطيف قوي يعني، بس هو يمشي برضه في البيت. فده كده كان اخر حاجه من السنتر بوينت. فاضل بصراحه 3 حاجات، وجبت للبنات دول هما بنطلون جينز، واحد لهنا وواحد لسما، وكل واحد فيهم ب20 ريال. اخر حاجه بالنسبه للحفله طالبين من هنا شوز اسود، فانا جبت لها ده، بس ده برضو للاسف ما كانش عليه تخفيض، بس اضطريت ان انا اجيبه علشان محتاجين. نبتدي بقى في حاجات شو اكسبريس، وده برضو فرع من فروع حاجات سنتر بوينت وماكس وكده. فهوريكم انا جبت ايه، كان عليه تخفيضات حلوه جدا. فجبت الشوز ده الميزو، قولوا لي بقى تفتكروا ده بكام؟ مش عارفه باين السعر كده في الكاميرا ولا لا. هوريكم السعر بتاعه 5 ريال. فعجبني جدا، هينفع معاه في الصيف بقى بدل الكوتشي والخنقه والشراب والحاجات دي. فلقيت ده اللي هو انا جبته له. وجبت كمان بميزو هنا الشبشب ده، مش عارفه هو ده شكله، حسيته ظريف جدا، وعليه بقى سبونج بوب، واسمه ايه التاني مش عارفه اسمه، لطيف. لو مش لطيف قولوا لي هو اسمه ايه اللي هو ده. وهي عاجبني برضو ان هو هنا ليه حته كده استيك عشان ما يطلعش من رجله وهو بيلعب. وده برضو كان ب5 ريال، فعجبني جدا بصراحه. الحاجات دي عليها تخفيض حلو. وده كمان انا جبته لهنا، هو ما كانش فيه منه مقاس سما، صندل كده ظريف يعني، ينفع كده في الخروجات الخفيفه اللي بره هنا. وده برضو ب5 ريال. هو هنا مكتوب عليه في التخفيضات اللي كانت قبل دي، هو كان الاول 29 ريال، نزل 20 ريال، نزل 9 ريال، وبعدين نزل ل5 ريال. فده انا حاسه بصراحه ان هو سعره ظريف جدا. الحاجات اللي ما كانش عليها تخفيض بس كنت محتاجاها ضروري، جبت الشرابات دي لنانا، هما دول 3 شرابات ب19 ريال، بس كنت محتاجه الشراب ده. كنت محتاجه لها شراب ابيض تلبسه في الحفله عليه كرانيش، وقعدت ادور على شراب وحيد كده ما لقيتش، لقيتهم هما ال3 مع بعض، بس مش مشكله هينفعوا ان شاء الله. وكمان سما محتاجه بالورينا سودا علشان الطقم الاسود في اسود ده اللي هو هيلبسه. مش عارفه شكله هيكون ازاي، فجبت لها دي، ودي كان 29 ريال، بس هي مش عليه تخفيض يعني، بس سعرها حلو 29 ريال. انا الجزمه اللي جبتها امبارح لنان كانت 59 ريال، بس ما كنتش لاقيه غيرها في الوقت ده، ما كنتش رحت شو اكسبريس، وللاسف هي راحت بيها المدرسه خلاص. بس انا عجبني جدا شكل دي. انا عندي واحده اختها كانت، فلو لقيت واحده بقى اجيب واحده ونلبس انا وهي شبه بعض. فهوريكم بقى اخر حاجه من سنتر بوينت، حاجه كنت بقى لي فتره كبيره جدا نفسي اجيبها، تعالوا اوريها لكم واوريها لكم بتشتغل ازاي كمان. اخر حاجه جبتها من سنتر بوينت دي اللي هي دي اللي هي الفواحه اللي بالكهرباء، كان بقى لي فتره كبيره جدا نفسي اجيبها. عندي اللي هي بالشمعه دي بس بتحرق الزيت في الاخر، فكان نفسي اجيب دي جدا. فلقيتها في سنتر بوينت نازله من 170 ريال ل 99 ريال، ودي اقل حاجه بتنزلها بصراحه سنتر بوينت، يعني كل حاجات بتنزل بس لغايه 100 ريال، مفيش اقل من كده تقريبا. فخلاص قررت ان انا اضحي واجيبها. فهوريكم كمان الزيوت اللي انا جبتها معاها، في عاملين برضو عرض على الزيوت. الزيت الواحد ب 19 ريال، هو كانوا تقريبا في الاصل ب 35 ريال. فانا جربت ده امبارح، اسمه جاسمين وودي، مش عارفه ليه مش راضي يركز، الكاميرا مش راضيه تركز قوي، بس هو ده اسمه جاسمين وودي، ريحته خطيره، انا بحب اي حاجه بالياسمين تقريبا، فده جميل. وده اسمه روزان جاسمين، برضو ريحته اكتر من رائعه، ريحته جميله جدا. وده انا جبته بس لسه مجربتوش، هو اسمه كريم بيري.
كرانبيري. الحاجات التانية للاسف بس خلصانه من عندي. بحب قوي ريحه الليمون، في واحد بالليمون بيحسسني ان انا صحيت من النوم يعني لما بشغله كده بحس ان انا فقت. فتعالوا نجرب الكرانبيري عشان ده انا لسه مجربتوش قبل كده، الاتنين جربتهم. فهي سهله جدا. بنفتح الغطا ده، نحط ميه لغايه علامه موجوده، وبعد كده هحط بقى شويه من ده. تعالوا نجربه مع بعض. هحاول ان شاء الله اقول لكم هو شبه ايه. ريحته كده مسكره، عارفين الحاجات بتاعت التوت والحاجات دي اللي هي تحسيها مسكره. وهنا عندي شغلها، فبتشتغل كده على طول، هتبتدي تطلع على طول الريحه، شايفين؟ فبصراحه انا شغلتها امبارح، بتقعد فتره طويله كذا ساعه وبتنشر ريحه بشكل جميل. فانا بصراحه مبسوطه ان انا اشتريتها. ده كل حاجه في الفيديو ده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم والفكره دي تكون عجبتكم. لو عجبكم قولولي عشان لو اشتريت حاجه تانية اشاركها معاكم ان شاء الله. السلام عليكم، واشوفكم في فيديو جديد قريب.